سبب خسارة النادي الأهلي امبارح للمباراة والصعود. الخسارة مش بس إن أنت تتغلب، لأ، إن الأهلي خسر، اتعادل، معرفش يعوض الهدف اللي دخل فيه في سان داونز. سان داونز فريق محترم ومنظم وبيعرف ازاي يلعب. سان داونز ما ضيعش في الوقت، لعب ولعب وازاي، وعرف ازاي يكسب الماتش. عنده حارس مرمى بيتفزلك كتير وهيغلط يا جماعة. ولو لعب الوداد المغربي عليه على موضوع الفزلكة دي وان هو يغلط، هو صد ضربة الجزاء من الكابتن علي معلول. وانا واحد من الناس مش زعلان من علي معلول. علي معلول فرح الاهلي كتير وكسب الاهلي كتير، وهو حسس بالمسؤولية جامدة جدا، وطلع امبارح زعلان وبيعيط. لكن يا علي، يا علولو، انت فرحتنا كتير. وياما مدحت شلبي قال علي معلول حط الزغلول ولعب وفاز وشاط. يا جماعة محدش يجيب اللوم على علي. علي ضيع ضربة الجزاء في الدقيقة 11 ولا 12. شوفوا لعبوا قد ايه. 10 دقايق اخصمهم، انت لعبت 100 مثلا، يبقى قدامك 90 دقيقة، انت معرفتش تجيب جون ليه؟ ما انت بتلعب وبتروح وتيجي. مستوى اللاعبين في الشوط التاني قل شوية، انخفض شوية، الصراش الهجومية قلت شوية. الشوط الأولاني ضربة جزاء، كرة في العارضة وكرة في القائم، وهجوم على مدى الوقت. صن داونز ما راحش أصلا للشناوي. الشوط التاني برضو بعد التغييرات انت رحت، بس برضو مش كنت الفعال، مش كنت بتهاجم زي الشوط الأولاني. مستوى اللاعبين كولر غير اللاعبين، زود المهاجمين. إصابة لولا سليم برضو فرقت. أحمد عبد القادر كان المفروض ينزل قبل كده بشوية، ماشي. صلاح محسن كان المفروض ينزل قبل موديست، ماشي. إن موديست برضو لسه يعني إيه اللياقة بتاعته ودنيته ودخول في الماتشات لسه مش واضح. موديست أنا برضو بقول هيظهر وهيلعب وهيبقى أحسن، زي ما انتوا استعبرتوا على فلافيو سنة. مودست هيجي وهيلعب. حد يا جماعة يقعد مع مودست لوحده كده ويتدرب معلش لوحده. حد يرفع للموضوع اللياقة ده، لو وزنه زاد شوية يخس، يلعب سرعات، يعمل شغل أكتر. هو ده هيفرق مع مودست. مودست كان مطرقع الدنيا في فرنسا وبيجيب أجوان جامدة جدا، وبيهد، بيجيب بالرجل، بيشوط من أي حتة بتيجي جون. ما تخسروش برضو ان انتوا تاخدوا فرصة. موديس انتوا دافعين في فلوس، هتخسروه في لسه. طب لعبوه الماتشات اللي جاية في الدوري، بس حد يشتغل معاه لوحده برضو غير التمرين. يعني يشتغل لوحده، يلعب، يظبط شوية حاجات اللي عنده، الوزن والسرعات واللياقة، وينزل يتدرب برضو في التدريب الجماعي وقت برضو ايه، مش زي زمايله، عشان مش يبقى مجهد. وكل سنة وانتوا طيبين.